مصر وهي بتمتلك اكبر جيش في الوطن العربي وفي افريقيا ما تطلعش السلاح وتروح تحارب وتنهي المهزله اللي بتحصل في غزه. طلع السلاح وروح حارب. بص يا سيدي، وبمنتهى البساطه مصر قادره انها تحرر فلسطين وتنهي المهزله اللي بتحصل في غزه تقريبا في ساعه واحده بس انا عايز اقول لك لو في جندي مصري واحد بس دخل غزه هتلاقي امريكا بتدب فيك. طبعا امريكا مش هتدب لوحدها، هتلاقي امريكا وانجلترا وفرنسا، وبعدها هينضم حلف الناتو كله عشان يدب فيك. يبقى احنا كده حررنا فلسطين والحمد لله. انا عايز اقول لك ان امريكا بالفعل دخلت الحرب لما حركت اكبر حملتين طائرات في شرق المتوسط، وقالتها كده بالبلدي احنا بعتنا الحملتين الطائرات دول عشان نطاق الحرب ما يتوسعش اكتر من كده وتخش اطراف تانية فيه. ترجم انت مين الاطراف التانية. امال ايه يا عم، النزاع ده مش هيخلص ولا ايه؟ بص يا سيدي، في الحالات دي الحلول دايما بتكون سياسيه. مثلا الامانه العامه للامم المتحده كانت مجتمعه امبارح وممثلين الدول اتكلموا، ممثل دوله اسرائيل اتكلم وممثل دوله فلسطين اتكلم. خليني اعرض لك رد فعل الحضور على خطاب ممثل دوله فلسطين وعلى خطاب ممثل اللي ما يتسموش. Thank you. Thank you, Mr. President. وبعد اللي انت شفته دلوقتي اكيد عارف دلوقتي ان العالم كله متضامن مع فلسطين. ان شاء الله المأساة دي تخلص على خير وحفظ الله اهل فلسطين واهل غزة. ولو استفدت من المعلومة اعمل لها سيف عشان ما تتوهش منك، ولو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو. سلام.